السلام عليكم، أهلا بكم. موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. يستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك نظير فريق الشرطة الكيني، وذلك في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر. وستكون مباراة الزمالك القادمة في إطار مواجهات إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025. وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني لتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مدينة أبو ظبي الرياضية، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مدن بلاد المغرب العربي. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني: تأتي قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 1 لتكون القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني، وذلك نتيجة اتفاقها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنقل مباريات هذا الدور الأفريقي الأهلي والزمالك حصريا عبر شاشتها غير المشفرة لجميع مشجعي الساحرة المستديرة في مصر والإمارات وبلدان الوطن العربي. وبالتالي فإن متابعة مباراة الزمالك القادمة ضد الشرطة الكيني سيتم عبر التردد 11411 القمر الصناعي نايل سات. معدل استقطاب أفقي، معدل الترميز 30,000. تردد قناة AD سبورتس 1. قائمة الزمالك: وتضم قائمة الزمالك إفريقية للموسم الجديد 35 لاعب، وهم في حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، محمود شناوي، عمر عبد العزيز. خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المسلوسي، أحمد محمود، محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، أحمد مجدي، أحمد فتوح، حسن أبو المعاطي، محمود بن طيب، محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد حمدي، سيد عبد الله نيمار، محمد عاطف، أحمد عبد الرحيم، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي. خط الهجوم: سيف الجزيري، حسام أشرف، ناصر منسي، سامسون، عمر فرج. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم.